مساء الخير، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده انا عملت كيكه شكلها تحفه جدا، بجد عجبتني واول مره اجرب الطريقه دي. بسيطه خالص ومكوناتها بسيطه جدا. كل اللي شافها استغرب انا عملتها ازاي. انا سميتها الكيكه المنقطه، لان اخترعت ارسم عليها نقط بنفس الشكل بطريقه بسيطه ومش متعبه ولا فيها اي حاجه. المكونات زي ما انتم شايفين، انا جبت علبه كيكه مسحوق، كيكه فانيليا، كيكة دريم. النوع ده انا بحب استخدمه لانه بينجح معايا من اول مرة. الناس اللي هي بتخاف ان الكيكة بتفشل معاها، بجد الطريقة دي اسهل طريقة ممكن تعملوها، ومكوناتها زي ما انتم شايفين بسيطة جدا. مش بتحتاج معانا غير 3 بيضات ونص كوباية زبدة ونص كوباية لبن، ده كل مكوناتها. مع مسحوق الكيكة بيبقى فيه كل حاجة، الفانيليا، وفيه بيبقى جاهز، بيبقى فيه كل المكونات، المحسن الكيك والبيكنج باودر وكله. الطريقة بقى بتحط كل المكونات في الخلاط، اللبن مع الزبدة مع مسحوق الكيكة مع ال3 بيضات، وتضربيهم في الخلاط. اسهل طريقة ممكن تتخيلوها وسريعة جدا وبتنجح من اول مرة للناس اللي الكيكة بتفشل معاها. بعد ما ضربتهم في الخلاط هتقومي عاملة ايه بقى؟ واخدة قيمة معلقتين كبار في طباقة صغيرة بنفس الشكل كده. وبعدين بتجيبي الوان طعام من عند العطار او من اي سوبر ماركت. انا كان عندي لونين في البيت، اللون البامبي واللون الازرق زي ما انتم شايفين. اخدت نقطتين يا دوب على كل طبق، حطيت فيه نقطتين وقلبت بنفس الشكل. الطبق التالت بقى ما كانش عندي الوان تاني، فرحت حطيت فيه معلقه كاكاو خام علشان يديني اللون البني اللي هو بالشوكولاته، ده هيديني لون بني. بعد كده حطيتهم في الاكياس بتاعه الكريم شانتيه اللي بنستخدمها في التزويق التورت. وهتجهزي بقى صينيه اللي هي تكون بتدخليها الفرن، هتحطي فيها ورق زبده، وتقومي جايبه بقى الاكياس الالوان اللي احنا عملناها دي، وتعملي نقط بنفس الشكل في الصينيه. هتملي الصينيه كلها بس بكل الالوان، مش لون واحد، لا، هتجيبي الالوان كلها اللي احنا عملناها بنفس الشكل اهو. حطيت البني والبامبي واللون الازرق، وتعملي نقط صغيره، ما تكبروش النقط، لان اللي هي لما هتدخل الفرن النقط دي هتكبر معاكم فهتوسع شويه، فانتوا تخلوها بنفس الحجم، نقط صغيره. بعد ما نخلص بقى كل النقط اللي احنا حطيناها على ورقه الزبده، تقوموا حاطينها في الفريزر قيمه نص ساعه او ساعه الا ربع بالكتير علشان تمسك نفسها. بعد ما تطلع من الفريزر تقوموا منزلين عليها خليط الكيكه زي ما انتوا شايفين كده، ده بعد ما انا طلعتها من الفريزر. تقوم حاطين خليط الكيكه، وفي السريع كده توزعوه في الصينيه بسرعه، عشان خاطر اللي احنا النقط اللي احنا عملناها دي طبعا ما تسيحش مننا، لان احنا ما جمدناش بنسبه 100%، احنا يا دوب خليناها نص ساعه وساعه الا ربع بالكتير، وتدخلوها الفرن مش هتكمل معاكم تلت ساعه. ده شكلها بعد ما طلعت من الفرن. انا قلبتها على طول في الصينيه، استنيت طبعا بعد ما بردت شويه وقلبتها على طول. فحبيت اوريكم بقى منظرها، انا بشيل ورق الزبده هيشال معاكم بكل سهوله، والمنظر هيطلع تحفه زي ما انتم شايفين. بجد هتطلع خطيره جدا وناجحه 100% ومضمونه قوي. جربوها وهتعجبكم بجد، والمنظر طبعا خطير. ده غير ان انت يعتبر عملت حاجه جديده ومختلفه، هتعجبكم جدا، ومكوناتها بسيطه وسهله ومش متعبه خالص. وما تنسوش بقى تشتركوا في القناه. انا اسمي منى وقناتي اسمها هناكل اونلاين.